لا يركعون، ليس لهم ملك مثلنا. ألا تركعون لملككم؟ نحن لسنا مغاربة يا سيد، والجزائر علمتنا أن الركوع لله وحده. الجزائر، عبد المجيد تبون، السعيد شنقريحة قطعوا علينا الغاز، حرموا علينا النوم بمناوراتهم، جوعوا شعبنا. ما مشكلة تبون مع المخازنية؟ ولماذا يساعدكم أنتم؟ مشكلة تبون أنه شجاع يريد الوقوف في وجه الصهاينة، كما يريد توحيد العرب ضد الغرب. ولكني أسأل، ما علاقتكم بالجزائر وجيشها الباسل؟ سمعت ما يكفي، تضيعون وقتي. هناك لاجئين من هول ما عانيناه من ظلم جنود المخزن. قال لنا تبون: اذهبوا إلى روسيا فإن بها رئيسا لا يظلم عنده أحد. ما يسمونه الظلم هو سيادة المغرب على الصحراء. لماذا أرسلكم إلي تبون؟ لأنك من حلفائه. حبك للجزائر يلهمك حمايتنا. أرأيت يا بوتين؟ لا يتكلمون إلا عن الجزائر. إن تبون صديقي لا مناص من الإصغاء إليهم يا برويطة. سيدي بوتين، كنا شعبا يحتلنا الإسبان، حاربناهم وحدنا بأيدينا وأخرجناهم من أرضنا صاغرين. بعد استقلالنا هاجمنا المخزن بكامل قوته طمعا في أرضنا كما فعل مع الجزائر من قبل، وكنا على ذلك نتعرض لقمعهم وتنكيلهم بمواطنين العزل على الحدود. والجزائر هي الدولة الوحيدة التي ظلت تساند قضيتنا في المحافل الدولية، فارتمى ملكهم في أحضان الصهاينة اليهود مطبعا بطريقة لم يسبقه إليها أحد من قبل. أنتم تفترون على جلالة الملك. نحن لا نطبع مع الصهاينة اليهود، لأننا في الأصل يهود من اليهود العرب. فلماذا تنادون ملككم بأمير المؤمنين؟ أخبروني عنهم أكثر. يقولون أنهم رجال لا شرف لهم، يخونون الأمانة ويزرعون الفتن في دول الجوار، اقتصادهم دعارة ومخدرات. وبرويطة هذا شخص مغرور يبحث عن عار الغير متناسيا عار المخزن. أي عار؟ ماذا يفعل بعضكم في تندوف؟ تندوف جزائرية لجأنا إليها، كبارنا ومرضانا مخيماتهم هناك. تندوف جزائرية؟ غدا ربما يقول جنرالات الجزائر بأن مارسيليا أو نصف فرنسا أراضٍ جزائرية. لماذا لم تذهبوا إلى تندوف لشرب الشاي وتضعوا مسطاش هوارب مدين بدل النعناع؟ وهل نسيت السبت ومليلية؟ أجبه يا وجه البوطة. وهل لديه ما يقول أيضا؟ فسبت ومليلية أراضٍ مغربية باعها جد ملكهم للإسبان بدراجة هوائية، وظل يلهو بها في قصره مدة من الزمن. من علمه كيف يقودها؟ الإسبان الذين باعوها له. نحن أحرار في أرضنا، وكذلك الصحراويون أحرار. الحق أقول لكم، إن قضيتكم عادلة، ولا بد أن تأخذوا استقلالكم في أقرب وقت ممكن. سيدي بوتين، إنهم يقولون في السخوي قولا لا يرضيك. ماذا يقولون في السخوي؟ يقولون إنها طائرة كباقي الطائرات. تكلموا، ماذا تقولون في السخوي؟ نقول فيها ما ذكره الجيش الجزائري، هي طائرة تستعمل للهجوم والمطاردة. أسألهم من صنع الطائرة وكيف؟
ومن يصنع الطائرة غير روسيا الاتحادية؟ اقترب، هات ما عندك. إن النسخة 24 والملقبة ببطة الجحيم قد تم تعديلها بالكامل في الجزائر. تعتبر بمثابة أعجوبة لأنها قادرة على حمل رأس نووي والتحليق به في السماء. طارت في 5 جويليا الماضي ورآها الناس. أبهرت كل من في المنصة حين مرت فوق الجامع الكبير ونزلت لأجلها دموع تبون. صارت سيدة الأجواء في منطقة الساحل وحوض المتوسط، وهذا ما لم يتقبله المخزن وجنوده لأنهم عملاء لأوروبا. وهذه هي القصة. يا سيد بوتين، حسب هذه الحقيقة سأقسم المغرب إلى قسمين. يا برويطة، أنت وملكك ستعيشون في جمهورية الريف في الجزء الشمالي، أما أنت ومن معك يا غالي أسسوا دولتكم في الجنوب، وسيحميكم الجيش الجزائري.